مرحبا بكم أيها المشاهدون الأعزاء في تغطيتنا الخاصة لمباراة ديربي مدريد، والتي تجمع بين قطبي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. هذه المباراة ليست مجرد لقاء كروي، بل هي صراع بين تاريخين، بين فلسفتين، وبين مدينتين. نبدأ عن الفريق ريال مدريد، النادي الملكي صاحب التاريخ العريق والألقاب العديدة. يدخل هذه المباراة وهو يطمح إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز مكانته في صدارة الدوري. يعتمد الفريق على مجموعة من النجوم العالميين الذين يمتلكون مهارات فردية عالية وقدرة على حسم المباريات في اللحظة الحاسمة. أما أتلتيكو مدريد، فريق المدرب دييغو سيميوني، فهو معروف بصلابته الدفاعية وروحه القتالية العالية. يعتمد الفريق على تكتيكات منظمة واللعب الجماعي والضغط المتواصل على المنافس. يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز وإثبات قدرته على منافسة الكبار. مقارنة بين الفريقين، إذا أردنا المقارنة بين الفريقين، عند مقارنة الفريقين نجد أن ريال مدريد يمتلك تاريخا أكثر ثراء وألقابا أكثر عددا، ولكنه أيضا يميل إلى اللعب الهجومي وترك المساحات في الدفاع. أما أتلتيكو مدريد فهو فريق أكثر توازنا، ولكنه قد يعاني في بعض الأحيان من قلة الفعالية الهجومية. فيما يتعلق باللاعبين، يضم ريال مدريد مجموعة من النجوم العالميين مثل فينيسيوس جونيور وكيليان بابي وجود بيلينغهام، بينما يعتمد أتلتيكو مدريد على مجموعة من اللاعبين المميزين مثل أنطوان غريزمان والفارو موراتا. من المتوقع أن تشهد المباراة صراعا تكتيكيا كبيرا بين المدربين، حيث سيسعى كل منهما إلى استغلال نقاط ضعف الآخر. أن تشهد المباراة ندية وإثارة كبيرتين، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وإسعاد جماهيره. ستكون المباراة معركة في وسط الملعب، حيث سيسعى كل فريق إلى السيطرة على الكرة وخلق الفرص الهجومية. كما ستكون المباراة اختبارا لقوة دفاع الفريقين، حيث سيسعى كل فريق إلى منع الآخر من التسجيل. كيليان مبابي نجم بارز في سماء كرة القدم، لا يمكن الحديث عن هذه المباراة دون الإشارة إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يعتبر أحد أبرز اللاعبين في العالم حاليا. مبابي يمتلك مهارات فردية استثنائية وسرعة فائقة وقدرة على تسجيل الأهداف في أنصاف الفرص. وجود مبابي في تشكيلة ريال مدريد يضيف قوة هجومية ضاربة للفريق ويجعله مرشحا قويا للفوز في أي مباراة. قدرة مبابي على اختراق الدفاعات وخلق الفرص الخطيرة تجعله لاعبا لا يمكن التنبؤ به ويصعب على أي دفاع إيقافه. مبابي دائما ما يظهر في المباريات الكبيرة، وديربي مدريد هو فرصة مثالية له للتألق وإثبات قدراته. نتوقع أن نشاهد مبابي يقدم أداء مميز في هذه المباراة، وأن يسعى إلى تسجيل الأهداف وصناعة الفرص لزملائه. فينيسيوس جونيور، الموهبة البرازيلية المتألقة إلى جانب مبابي، يبرز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور كأحد أبرز لاعبي ريال مدريد. فينيسيوس يمتلك مهارات مراوغة عالية وسرعة فائقة وقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة. فينيسيوس يشكل خطورة كبيرة في دفاعات الخصوم، وقدرته على اختراق الدفاعات وخلق الفرص الخطيرة تجعله لاعبا لا يمكن تجاهله. سيكون الصراع بين فينيسيوس ودفاع أتلتيكو مدريد أحد أبرز الصراعات في هذه المباراة. فينيسيوس يمتلك شخصية قوية ولا يخشى المواجهات، وهو ما يجعله لاعبا محبوبا لدى جماهير ريال مدريد. نتوقع أن نشاهد فينيسيوس يقدم أداء مميزا في هذه المباراة، وأن يسعى لتسجيل الأهداف وصناعة الفرص لزملائه. من الصعب التكهن والتوقع بنتيجة هذه المباراة، حيث أنها مباراة ديربي، ولكن يمكن القول أنها ستكون مباراة مثيرة وممتعة وستحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة. نشكركم على متابعتكم ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة في فيديو قادم إن شاء الله.